معلش اتفضل يا مرتضى بيه، تحب تقول ايه؟ يعني دي اصلا مباراه، ويعني الاول بمسي على فاروق، ومين تاني معاك؟ كابتن فاروق مجدي عبد الغني. اهلا سياده المستشار، ازي حضرتك يا فندم؟ هارد لك. معلش لا معلش، انا مستلم فريق ده، انا مستلم فريق خرده يا صح خرده صح. فانا كهنت الخرده، محدش ليه عندي حاجه. لما اشتري، فاكر يا كابتن مدحت؟ نعم. كنت مندهش ان انا اشتريت 12 لاعب، كان لازم اشتري 12 لاعب قلبهم ميت عايز الزمالك. صح. اديتهم 100 فرصه واديكوا شفتوا، ويمكن بدعم الجهاز من اول يوم، بالرغم ان الجهاز ده مش انا اللي جايبه. نعم صح. لكن في النهايه جماهير الزمالك المحترمه، اولا ببارك لسموحه لعبوا برجوله، ببارك للنادي الاهلي لان ثاني ماتش يلعب برجوله، هو عايز كل مباراه بيبقى عارف هو عايز ايه منها. مشاعر جميله. بصراحه في يعني احنا وصلنا الدوره الرباعيه برضه بطلوع الروح، خلي بالك. دي حقيقه. صح. احنا وصلنا الدوره الرباعيه بخساره البتروجيت والاسماعيلي اللي هي الفرقه كانت بتنافسك. بالظبط يعني مش برجليك انت. لكن اللعيبه اللي احنا اشتريناها وتعاقدنا معاها اعتقد هتغير شكل الزمالك، لان في جيل كامل يعني ادمن الهزائم. وبقول محدش يقول لي، انا مع احترامنا الشديد، زملكاويه ينزعوا قلبهم بقى ويشتغلوا بعقلهم. اصل ده فلان، اصل ده لا، انا في لعيب النهارده كانوا بيلعب في كره نسائيه، قالوا كام ماتش. فبقول لهم متشكرين. اللي هيقعد هو اللي عارف قيمه نادي الزمالك، سواء بقى مدير فني او مدرب او لاعب او اداري. احنا اجتهدنا، يمكن الدكتور كمال درويش برضه جه، لا اللعيبه دي موجوده برضه، ما اقدرش احمله المسؤوليه، هو مجلسه معين. هو ما اشتراش تقريبا اللعيبه دي هو جه برضه مجلسه لقاها موجوده. فانا بوعد جماهير الزمالك ان شاء الله باذن الله، وانا حزين طبعا على المستوى الهزيل اللي لابسين فانيله الزمالك الزملكاويه. روح الفانيلا مش موجوده يا سياده المستشار. لا لابسين فانيله الزمالك. ده لا مستوى نادي الزمالك، ولا دي لعيبه الزمالك، ولا يخش بوابه الزمالك. طيب قبل مباراه بتروجيت يا مرتضى بيه، انا بس اقول حاجه اخيره. اتفضل. انا اشرف ليا ان انا اكمل بالناشئين المباراه اللي فاضله، من انا اخلي لعيبه متخاذله الدوري كان بين رجليهم وهم اللي ضيعوا بايديهم. شفت انت ماتش انا يمكن بس ما شفتش الجول الثاني اللي كان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب ووزير التنميه المحليه والسيد وزير الخارجيه، كان في دعوه في اللجنه الاولمبيه عشان تكريم الابطال الحقيقيين اللي راحوا بوتسوانا وشرفونا. فانا رحت الربع ساعه الاجوان اللي داخله ديت. فانا بقول لك يا استاذ مدحت، واقول لجماهير الزمالك، بقول لفاروق جعفر واحد من ابناء الزمالك، واقول لمجدي عبد الغني، افضل فريقين في الدوري الموسم ده هو الاهلي وسموحه. الاهلي وسموحه. طيب قبل مباراه بتروجيت وانت امامك رحله اخرى هامه جدا في افريقيا بدون دبلوماسيه، هل ترى ان هذا الجهاز الفني قادر على التكمله ام انه معذور وستعطيه فرص اخرى؟ ما هو في ناس في الجهاز الفني لسه جايه اول امبارح. يعني بس القرار قرار مدير فني. يعني محمد صلاح، والله شوف، اذا كان الكابتن احمد حسام شايف نفسه مش قادر، يبقى هو اللي هيتقدم باستقالته. يعني حضرتك بتترك المساله له هو شخصيا. بالظبط كده. اذا كان هو شايف مش قادر، لانه انا قلت قبل كده لو طلب لبن عصفور هجيبه له، وفعلا انا عملت ده. فانا بذلت كل الجهد، معايا مجلس اداره محترم، لكن انا من حوالي شهرين بدعم نادي الزمالك بخالد قمر، بكوفي، بمعروف، برضا عزب، بايمن حفني، باحمد صبري، ويليام جيبور، بكل اللعيبه، باسم النهارده، بكل اللعيبه المتميزه اللي كل واحد فيهم يجي يقول لي انا عايز يعني اقطع الفانيلا عشان بعشق الزمالك وهنشوف السنه الجايه هنعمل ايه. فانا بقول لجمهور الزمالك اصبر، انا مجلسي ومجلس الدكتور كمان جينا لقينا اللعيبه دي لعيبه ادمنت الهزايم من 7-8 سنين، نسيت شكل الدوري ودرع الدوري. فانا بقول لك انا لكن ما فيش اي تفاوضات يا مرتضى بيه مع الكابتن حسام حسن، مع مدير فني اجنبي، الكلام اللي احنا سمعناه ده؟ شوف انا حاولت لغايه امبارح
اي وكيل لاعبين او وكيل مدربين يكلمني عن مدرب اقول له من فضلك مش دلوقتي. أنا عندي بالظبط كده. انا عندي مدير فني شغال، والله العظيم ده اللي بيحصل. فانا حتى مش عايز مجرد شوشره اني انا بتفاوض مع حد. ايوه صح كلامه تمام. طب الان وانت خارج الاطار تماما، هل ستعيد فتح الابواب ولا هتترك الامر للكابتن احمد حسام اذا راى في نفسه عدم القدره فليتقدم؟ لا انا سايب بلا، عشان انا قلت قبل كده بحترم تعاقداتي او التعاقدات اللي عملها اللي قبلي. واخد بالك؟ ويمكن استاذ مدحت الفلوس اللي كانت على الزمالك المقاولين العرب وانديه ثانيه، انا بطلب الانديه والمنصوره اسالهم عشان اديهم مديونيه ممدوح عباس عشان ده اسم نادي الزمالك وشكل نادي الزمالك. نعم. فانا راجل بحترم تعاقداتي. اذا شاف احمد حسام انه مش قادر يكمل بالمجموعه دي اللي قدرناه معاه لغايه ما نفتح باب القيد، تعرف حضرتك الموسم هينتهي 17 تقريبا. 18 هتأيد، هناخد 4 لعيبه من الجداد. الاربعه دول هم اللي هينضموا للقائمه الافريقيه. بالظبط. لو انا دخلت القائمه الافريقيه ب 15 راجل، اشرف ليا وللزمالك ما ادخل ب 23 خرده. طب اذا تقدم باعتذار عن التدريب، هل هتقبل اعتذاره؟ بالتاكيد طبعا، دي رغبته. بالتاكيد طبعا. طب هل يا سياده المستشار هتدي فرصه، يعني هتسمح لعمر جابر ومحمد ابراهيم انهم العروض اللي جايه لهم انهم ينفذوها، ولا انت هتتمسك بيهم؟ يا عم فين العروض دي؟ يا عم فين العروض دي؟ يا بيه فين العروض دي؟ ما تيجي يا بيه العروض، وريني العروض دي. اي لاعب هيجي له عرض يليق بنجم اتفضل يا بيه. هو انا بخزن هو انا عندي مكان لتخزين اللعيبه؟ لا، انا بجدد الدم. لو محمد ابراهيم جاله عقد دلوقتي انا بقول له انا اللي حاجز تذكره الطيران على حسابي. تمام. يا سياده المستشار اتفضل يا فاروق. معلش انا طبعا انا حاسس بيك، يعني انا حد قريب ليك قوي، فانا حاسس بيك قوي قبل ما مسؤول يعني. بس انا بحاول بقدر المستطاع يعني اضبط كلامي علشان انا مسؤول. هايل. النادي الزمالك محتاج تحديث للفرقه، فدي بقى شغلتك اللي جايه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو بدأ احنا تعاقدنا، ما احنا عملنا خلاص، احنا تعاقدنا مع 12 لاعب، وحتى اتفقنا مع السيد محمد ابو سعود عاملين على فكره عقد بخصوص حارس المرمى محمد عواد. العقد ده مضيناه في دبي. زي ما قلت لك انا ناسي شوقي اللي بيلعب في الاسماعيلي، الاخ شوقي السعيد. لا الثاني، لا صالح اسمه ايه؟ معروف. صالح موسى. وزي ما قلت لك احمد سمير، يعني مجموعه لاعبين متميزين. لا مجموعه ممتازه. اهم حاجه فيهم ان كل واحد فيهم يا كابتن لما بيجي عشان يقعد معايا بيقول لي انا صعبان عليا الزمالك واتفرج على الزمالك الموسم الجاي. انا متفائل بيهم ان شاء الله. وبقول اللي خذلونا وكان الدوري بين رجليهم على فكره، وراح ورجع على فكره، راح ورجع بفضل ربنا ودعاء جماهير. خلي بالك دي حقيقه. لانك انت لما اتغلبت بالاسماعيلي راح، ولما اتغلبت بتروجيت راح خلاص. لكن لما الاسماعيلي اتغلب دي حاجه من عند ربنا، ولما بتروجيت اتغلب حاجه من عند ربنا. دي حقيقه والله. انا بس بتمنى انه اللي ما عرفوش قيمه الزمالك وقدر الزمالك، وانا ما بسموهمش زملكاويه، قلت دول كانوا لابسين فانيله الزمالك لكن مش على مستوى نادي الزمالك، يعرفوا ان في ملايين قلبهم بيتحرق من لاعب متخاذل او لاعب زي ما شفنا النهارده او ماتش الاهلي، واخد بالك؟ فانا بتمنى ان شاء الله ربنا يوفق النادي ان شاء الله يا مرتضى بيه. ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. اقوى فريقين فعلا هو الاهلي وسموحه، واحد فيهم ان شاء الله هو اللي ياخد الدوري، يبقى مبروك ليه ان شاء الله. مبروك يعني بالتوفيق يا مرتضى بيه. اشكرك شكرا جزيلا. قبل ان نستأنف نسيت شكل الدوري ودرع الدوري. فانا بقول لك انا لكن ما فيش اي تفاوضات يا مرتضى بيه مع الكابتن حسام حسن مع مدير فني اجنبي؟ الكلام اللي احنا سمعناه ده. شوف انا حاولت لغايه امبارح اي وكيل لاعبين او وكيل مدربين يكلمني عن مدرب اقول له من فضلك مش دلوقتي. أنا عندي بالظبط كده. انا عندي مدير فني شغال، والله العظيم ده اللي بيحصل. فانا حتى مش عايز مجرد شوشره اني انا بتفاوض مع حد.
ايوه صح كلامه تمام. طب الآن وأنت خارج الإطار تماما، هل ستعيد فتح الأبواب ولا هتترك الأمر للكابتن أحمد حسام إذا رأى في نفسه عدم القدرة فليتقدم؟ لا انا سايب، لا عشان انا قلت قبل كده بحترم تعاقداتي او التعاقدات اللي عملها اللي قبلي. واخد بالك؟ ويمكن استاذ مدحت الفلوس اللي كانت على الزمالك المقاولين العرب وانديه ثانيه، انا بطلب الانديه والمنصوره اسالهم عشان اديهم مديونيه ممدوح عباس عشان ده اسم نادي الزمالك وشكل نادي الزمالك. نعم. فانا راجل بحترم تعاقداتي، اذا شاف احمد حسام انه مش قادر يكمل بالمجموعه دي اللي قدمناه معاه لغايه ما نفتح باب القيد، تعرف حضرتك الموسم هينتهي 17 تقريبا. 17 هتأيد، هناخد 4 لعيبه من الجداد، ال4 دول هم اللي هينضموا للقائمه الافريقيه. بالظبط. لو انا دخلت القائمه الافريقيه ب 15 راجل، اشرف ليا وللزمالك ما ادخل ب 23 خرده. طب اذا تقدم باعتذار عن التدريب، هل هتقبل اعتذاره؟ بالتاكيد طبعا، دي رغبته. بالتاكيد طبعا. طب هل يا سياده المستشار هتدي فرصه، يعني هتسمح لعمر جابر ومحمد ابراهيم انهم العروض اللي جايه لهم انهم ينفذوها، ولا انت هتتمسك بيهم؟ يا عم فين العروض دي يا عم فين العروض دي؟ يا بيه فين العروض دي؟ ما تيجي يا بيه العروض، وريني العروض دي. اي لاعب هيجي له عرض يليق بنجم اتفضل يا بيه. هو انا بخزن هو انا عندي مكان لتخزين اللعيبه؟ لا، انا بجدد الدم. لو محمد ابراهيم جاله عقد دلوقتي انا بقول له انا اللي حاجز تذكره الطيران على حسابي. تمام. يا سياده المستشار اتفضل يا فاروق. معلش انا حاسس بيك، يعني انا حد قريب ليك قوي، فانا حاسس بيك قوي قبل ما مسؤول يعني. بس انا بحاول بقدر المستطاع يعني اضبط كلامي علشان انا مسؤول. هايل. النادي الزمالك محتاج تحديث للفرقه، فدي بقى شغلتك اللي جايه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو بدأ احنا تعاقدنا، ما احنا عملنا خلاص، احنا تعاقدنا مع 12 لاعب، وحتى اتفقنا مع السيد محمد سعود، احنا عاملين على فكره عقد بخصوص حارس المرمى محمد عواد. العقد ده مضيناه في دبي. زي ما قلت لك احنا ناسي شوقي. معلش اتفضل يا مرتضى بيه، تحب تقول ايه؟ يعني دي اصلا مباراه، ويعني الاول بمسي على فاروق، ومين تاني معاك؟ كابتن فاروق مجدي عبد الغني. اهلا سياده المستشار، ازي حضرتك يا فندم؟ هارد لك. معلش لا معلش، انا مستلم فريق ده، انا مستلم فريق خرده يا فاروق. صح خرده. صح. فانا كهنت الخرده، محدش ليه عندي حاجه لما اشتري. فاكر يا كابتن مدحت؟ نعم. كنت مندهش ان انا اشتريت 12 لاعب، كان لازم اشتري 12 لاعب قلبهم ميت عايز الزمالك. صح. اديتهم 100 فرصه واديكوا شفتوا، ويمكن بدعم الجهاز من اول يوم، بالرغم ان الجهاز ده مش انا اللي جايبه. نعم صح. لكن في النهايه جماهير الزمالك المحترمه، اولا ببارك لسموحه لعبوا برجوله، ببارك للنادي الاهلي لان ثاني ماتش يلعب برجوله. هو عايز كل مباراه بيبقى عارف هو عايز ايه منها. مشاعر جميله. والبصراحه في يعني احنا وصلنا الدوره الرباعيه برضه بتلاقوا الروح، خلي بالك. دي حقيقه. صح. احنا وصلنا الدوره الرباعيه بخساره بتروجيت والاسماعيلي اللي هي الفرقه كانت بتنافسك. بالظبط. يعني مش برجليك انت. لكن اللعيبه اللي احنا اشتريناها وتعاقدنا معاها اعتقد هتغير شكل الزمالك، لان في جيل كامل يعني ادمن الهزائم. وبقول محدش يقول لي، انا مع احترامنا الشديد الاجوان اللي داخله ديت، فانا بقول لك يا استاذ مدحت، بقول لجماهير الزمالك، بقول لفاروق جعفر واحد من ابناء الزمالك، بقول لمجدي عبد الغني، افضل فريقين في الدوري الموسم ده هو الاهلي وسموحه. الاهلي وسموحه. طيب قبل مباراه بتروجيت وانت امامك رحله اخرى هامه جدا في افريقيا بدون دبلوماسيه، هل ترى ان هذا الجهاز الفني قادر على التكمله ام انه معذور وستعطيه فرص اخرى؟ ما هو في ناس في الجهاز الفني لسه جايه اول امبارح. يعني بس القرار قرار مدير فني. يعني محمد صلاح والله شوف، اذا كان الكابتن احمد حسام شايف نفسه مش قادر يبقى هو اللي هيتقدم باستقالته. يعني حضرتك بتترك المساله له هو شخصيا. بالظبط كده. اذا كان هو شايف مش قادر،
لانه انا قلت قبل كده لو طلب لبن عصفور هجيبه له، فعلا انا عملت ده. فانا بذلت كل الجهد، معايا مجلس اداره محترم، لكن انا من حوالي شهرين بدعم نادي الزمالك بخالد قمر، بكوفي، بمعروف، برضا عزب، بايمن حفني، باحمد صبري، ويليام جيبور، بكل اللعيبه، باسم النهارده، بكل اللعيبه المتميزه اللي كل واحد فيهم يجي يقول لي انا عايز يعني اقطع الفانيلا عشان بعشق الزمالك وهنشوف السنه الجايه هنعمل ايه. فانا بقول لجمهور الزمالك اصبر، انا مجلسي ومجلس الدكتور كمال جينا لقينا اللعيبه دي لعيبه ادمنت الهزايم من 7-8 سنين، زملكاويه ينزعوا قلبهم بقى ويشتغلوا بعقلهم. اصل ده فلان، اصل ده، لا انا في لعيب النهارده كان بيلعب في كره نسائيه بقى له كام ماتش. فبقول لهم متشكرين، اللي هيقعد هو اللي عارف قيمه نادي الزمالك، سواء بقى مدير فني او مدرب او لاعب او اداري. احنا اجتهدنا، يمكن الدكتور كمال درويش برضو جه، لا اللعيبه دي موجوده برضو، ما اقدرش احمله مسؤوليه هو مجلسه معين، هو ما اشتراش تقريبا اللعيبه دي هو جه برضو مجلسه لقاها موجوده. فانا بوعد جماهير الزمالك ان شاء الله باذن الله، وانا حزين طبعا على المستوى الهزيل اللي لابسين فانيله الزمالك الزملكاويه. روح الفانيلا مش موجوده يا سياده المستشار. لا لابسين فانيله الزمالك. ده لا مستوى نادي الزمالك ولا دي لعيبه الزمالك ولا يخش بوابه الزمالك. طيب قبل مباراه بتروجيت يا مرتضى بيه، انا بس اقول حاجه اخيره. اتفضل. انا اشرف ليا ان انا اكمل بالناشئين المباراه اللي فاضله، من انا اخلي لعيبه متخاذله في الدوري كان بين رجليهم وهم اللي ضيعوا بايديهم. شفت انت ماتش انا يمكن بس ما شفتش الجول الثاني اللي كان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب ووزير التنميه المحليه والسيد وزير الخارجيه، كان في دعوه في اللجنه الاولمبيه عشان تكريم الابطال الحقيقيين اللي راحوا بوتسوانا وشرفونا. فانا رحت الربع ساعه